السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. وجيت لكم بفيديو جديد مع بندوق العسولة. طبعا عشان اطمن مدام نهى عليها ومستر هشام عليها وميدو. طبعا هما بيحبوا يشوفوها دايما في الفيديوهات، فعشان كده انا بنزل لها فيديوهات كتير. هي بتسلم عليكم واحد واحد وبتقول لكم ان انتوا وحشتوها كتير جدا زي ما هي وحشتكم. تمام. طبعا احنا دلوقتي في فترة الراحة، بعد الثلاث جرعات بتاخد فترة شهر راحة، وبعد كده بنرجع نديها 3 مرات العلاج ورا بعض يعني. عشان نتأكد ان طبعا ما عندهاش ديدان خالص. واتمنى من ربنا ان حضراتكم كلكم تدعوا لها ان ربنا يتم شفاها على خير والديدان ما ترجع لهاش تاني. لان للاسف الشديد بتجيلي شكاوي كتير وبيقولوا لي ان فعلا بعد ما السلحفة خفت من الديدان رجعت عليها تاني. فاتمنى من ربنا ان ربنا يتم شفاها على خير. طبعا لازم نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ونذكر الله كتير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا طبعا يبارك في سلاحفنا كلها. طبعا بندوقة، لو تلاحظوا زي ما قلت لحضراتكم كده، كانت في البداية شهيتها مفتوحة جدا، ده بيبقى من الديدان. وبعد كده الشهية بتقل شوية اما بتبتدي تاخد العلاج بتاع الديدان. احيانا السلاحف ترفض الاكل وبرضو بتجيلي شكاوي من الموضوع ده. بس انا زي ما بقول لحضراتكم دايما نتعامل مع السلاحف يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، بالراحة، بلاش عنف، بلاش نلاقي السلحفة كانت قطع الاكل وفجأة، قصدي كانت بتاكل وفجأة قطعت الأكل، نبتدي نفتح بقها ونأكلها غصب عنها. لا، أنا برفض العنف خالص. خليكوا واحدة واحدة معاها. زي ما بعمل أنا مع السلاحف بتاعتي ومع بندوقة، بقرب لها بس الأكل من عند بقها أو من عند مناخيرها تشم الأكل، بتبتدي تاكل. طبعا انا في الاول كنت بقدم لها خيار، كانت بتحبه جدا، بس عشان كنت دايما بحط لها الخيار اول ما تفتح بقها اديها العلاج. طبعا هي ذكية، ابتدت تعرف. فما ابتديت اجيب لها الخيار ما ابتدتش تفتح بقها نهائي. عرفت بقى ان انا كل مرة اجي اديها الخيار واروح جاية حاطه لها سرنجة في بقها اديها العلاج. فطبعا ايه، بقت ترفض الخيار نهائي، وانا زعلت جدا ان هي ما عادش بتحب الخيار. بس انا ما سكتش، فقلت لا، لازم انوع لها في الاكل التاني. طبعا هي بتحب بسم الله ما شاء الله الملوخية والجرجير والحاجات دي. فطبعا انا جبت لها ملوخية. طبعا برضو الملوخية حلوة جدا ومغذية جدا، وبتساعد طبعا على لو عندها امساك او حاجة، بتساعد في الموضوع ده. وكمان عشان برضو بتساعد في نزول الديدان. اوكي. فانا جبت لها ملوخيه، بس طبعا شهيتها قلت كتير عن ما كانت جايالي زي ما بقول لحضراتكم عشان موضوع الديدان. فده عادي وطبيعي. انا بحاول معاها مره واتنين وتلاته، ما بيأس. بسيبها براحتها. مره اقدم لها اجيب الاكل عند بقها، تفتح بقها، بسيبها هي تتعامل زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله عليها عسولة. انا نفسي بجد تخف بسرعة وادخلها بقى اصورها لكم مع زقزوق وزقزوقة، ونشوف رد فعل زقزوق وزقزوقة هيبقى عامل ازاي. طبعا انا حاطه لها هنا جرجير وملوخية. احلى حاجة في السلاحف ان اي حاجة متاحة عندنا في التلاجة بنبتدي نقدمها لها. يعني اي خضروات موجودة عندنا في التلاجة بنقدمها للسلاحف. فتربيتها جميلة جدا ومش مكلفة ومش متعبة. هو بس موضوع الديدان زي ما قلت لحضراتكم، يعني في ناس بتتخض من منظر الديدان او بتقرف من منظر الديدان. بس طبعا زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش ان احنا لو مثلا جبنا سلحفة ولقينا عندها ديدان، و90% في السلاحف اللي بتتباع عندها ديدان، ما ينفعش ان احنا نرجعها للتاجر لانه عمره ما هيعالجها. ما فيش تاجر هيقعد يعالج سلحفة شهرين يعني يديها دواء ويستنى ما تخف. لا طبعا بيبيعها لغيرك او لغيرك، وبقى هي ورزقها بقى، يا حد يعالجها يا حد يهمل فيها والديدان تقضي عليها. على فكرة ممكن الديدان تموت السلاحف، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا. واللي مش قد تربية السلاحف يا ريت ما يربيش، عشان دي روح وهنتحاسب عليها. طبعا بندوقة زهقت وعايزة تمشي من الطبق ومش عايزة تاكل، عايزة تتمشى. انا ما بلاحظ ان هي عايزة تتمشى كده بعمل ايه؟
بطلعها بقى في البلكونة تفضل رايحة جاية في الشمس وتتمشى وتبقى كويسة. بس انا هنا بخاف عشان موضوع الديدان يعني معدية. زي ما بقول لحضراتكم لازم نكون عندنا حرص شديد جدا جدا جدا. لو عندنا سلحفة عندها ديدان لازم نعقم ايدينا كويس. يعني انا طبعا بعد ما بتاكل في الطبق ده هرميه، وطبعا هعقم الترابيزة وهعقم ايدي، وبسيبها بقى تروح وتيجي في البلكونة. اما بتيجي تنام بقى بنيمها في الكرتونة مثلا، وببتدي امسح البلكونة ده عشان اضمن ان الديدان ما ترجع لهاش تاني، والعدوى خلاص ان انا بقضي على العدوى خالص. اوكي. طبعا هنا هي زهقت خالص فانا هبتدي بقى ايه احطها اصورها لكم مع زقزوق وزقزوقه، لان المره اللي فاتت ما صورتهاش. انا نفسي فعلا اصورها مباشر، بس ايه عماله افكر اصورها معاهم ازاي عشان اجيب كل السلاحف في فيديو واحد زي ما حضراتكم طلبتوا مني. هي خلاص كده مش عايزه بقى، هي مصره ان هي تمشي فاحنا لازم نلبي رغبه السلحفه. لو حسينا ان هي خلاص بقى زهقانه وعايزه تمشي، مش عايزه تقعد في البيت بتاعها او تاكل او كده، لا لازم نسيبها براحتها خالص. اوكي. انا هنا بقى هحطها في طبق زي ما حضراتكم شايفين كده. ما ينفعش ان انا احطها على التراب، لان طبعا هتعدي التراب وهضطر ان انا اتخلص من التراب ده خالص، وهتعدي لي السلاحف بتاعتي. فانا حطاها في الطبق ده بحيث ايه تكمل اكل وكمان تاخد حمام الشمس بتاعها. بعد ما تخلص اصبن الطبق كويس واعقمه كويس، وهكذا بقى. ده اللي انا بعمل لها فيه حمام المية عشان يساعدها في تنزيل الديدان. اوكي. زي ما حضراتكم شايفين هنا الشمس وورا زقزوق وزقزوقة ما شاء الله شغالين بقى بياكلوا. ان شاء الله ربنا يتم شفاها على خير، واخليها بقى معاهم مباشر كده زي زيزي، ويبتدوا بقى يتعرفوا على بعض وياكلوا مع بعض. والتوأم الجميل فوق اهو زي ما حضراتكم شايفين برضو عمال بياكل. ما شاء الله عليهم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي وربنا يبارك في السلاحف كلها، وربنا يكتر سلاحفنا يا رب ويبارك فيهم ويبعد عنهم اي حاجة وحشة، ويتم شفاء بندوق على خير، ويحفظ زقزوق وزقزوق او زيزي وسلاحف الفأس من اي شر ومن اي حاجة وحشة. وكده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم، واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديوهات اكتر واكتر. بحبكم في الله. باي باي.